صحيح انت اشتغلت محامي ليوم واحد بس؟ طب انت هو جايب الحاجات دي منين؟ لا ده مذاكره اوفر. طب استر عليا بقى، اكيد انت عارف حاجات تانية. اه صحيح انت اشتغلت محامي ليوم واحد بس؟ طب دخلت حقوق من الاول ليه؟ دخلت عشان ان ده جيلنا كان كده. يعني انا كنت عايز اخش المعهد، ما نجحتش اصلا في اول امتحان، وكنت عايز اخش اداب، فابويا قال لي يا ابني ما انت هتخش اداب هتقرا كل اللي انت قاريه وهتقراه بسهوله. هو شجعني ابويا ان انا ادخل حقوق على اعتبار انه هنا في علم محدش بيعرف ياخده في حياته العاديه. يعني دي الطريقه الوحيده لاكتسابه، يعني زي الطب والهندسه وكده لازم تقعد لها. وانا كنت ساعتها بلعب تجديف وبتاع، اصلا مش في دماغي قوي، وكنت يائس شويه ان انا ما دخلتش المعهد. فقلت خلاص مش مشكله يعني اعمل كده. مش عشان المجموع؟ ما هو كان المجموع طبعا، ما المجموع يا اما اداب يا اما حقوق. اوكي. واقتنعت بموضوع اداب ده لانه كان فعلا مفيش داعي قوي. يعني لو اشتغلت محامي الايام دي قول لي ايه القضيه اللي هتدافع عنها، وقول لي حته من المرافعه. يا عم انا بص بتسالني حاجات انا بتخش في الجد على طول. هي القضيه الفلسطينيه بكل تاكيد. وانا كنت شاطر في القانون الدولي، فاحب ان انا لو كنت محامي احب ان يبقى ليا دور في التحكيم الدولي. بس حته المرافعه لا صعبه عليا. طب قولي لو قدامك نتنياهو هتقول له ايه موجود في قفص الاتهام؟ قفص الاتهام؟ لا لو في قفص الاتهام مش محتاج اقول حاجه بقى، خلاص هو ده الامل بس.